بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل بسكوت العيد بالمقادير. بسكوت تحفة وجميل ومقاديره كلها مظبوطة. هنعمل مقدار ل3 كيلو. صلوا بينا على النبي الأول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وهقول لكم على غلطة ما تغلطوهاش، أنا غلطتها. هي ما كانتش هتبوظ البسكوت ولا حاجة. بس لو كنت عملتها من الأول كانت هتسهل عليا حاجات كتير. وكان الموضوع هيبقى معايا سهل لو أنا تعبت فيها شوية، بس مش مشكلة. البسكوت طالع ناعم، طالع شكله تحفة. وسويته في الفرن برضك بطريقة جميلة وبشكل حلو. وهقول لكم على حاجة كمان تخلي اللون معاكم ذهبي وحلو كده، يعني اللون ده تحفة. أنا بحب البسكوت في اللون ده. ما بحبش اللون الأبيض أو اللي هو اللون الفاتح قوي، ما بحبوش. وعيالي عامة ما بيحبوش اللون الفاتح، يعني الأبيض ده قالوا لي إن هو فاتح. عندنا المقادير بتاعتنا ل3 كيلو دقيق. عندنا 15 بيضة. عندنا كيلو سكر ناعم. أنا حطيت خليط من الزبدة والسمنة. خلطت الاتنين مع بعض ماشي. آه، أول حاجة حطيت السمنة والزبدة، كانت في التلاجة بصراحة كانت جامدة شوية، بس تنتني معاها لأن هي لازم تكون ساقعة. السمنة بتاعتك لازم تكون ساقعة عشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة. تنتني وراها لحد ما فككتها كده، بصوا. فككتها زي ما انتوا شايفين. الفون معلش وقع مني وانا بعمل. تنتني وراها كده لحد ما فككتها زي ما انتوا شايفين اهو. حطي السمنة الأول وبعدين هنحط عليها السكر الناعم. الغلطة بقى هنا في الحتة دي. احنا بنجيبه كيس السكر المفروض بنجيبه بيبقى فيه كتل كده. بيبقى فيه كتل واحنا جايبينه السكر المطحون. فأنا بصراحة ما دخلتوش، حطيته بحاله كده. فالكتل اللي كانت فيه دي دوختني شوية. على ما تنيت نفكك فيها بصراحة دوختني، لأن كانت كتل جامدة. فقبل ما انت تبدأي حاجتك، هاتي السكر ده وانخليه، وفككي الكتل دي قبل ما تحطيها على السمنة. دي غلطة أنا وقعت فيها. وبعدين تنتني أضرب في السكر والسمنة كده لحد ما عمل قوام كريمي. شفتي تنتني نضرب لحد ما اللون فتح معايا. ممكن تعملي بمضرب كهربائي. أنا ما عنديش مضرب كهربائي بصراحة، أنا بعمله بإيدي كل سنة كده. وبحب أعمله بإيدي طبعا. تنّيت نضرب فيها لحد ما القوام بقى كريمي وحلو أوي، وبعد كده واللون فتح معايا خالص. بعد كده باجيب البيض بتاعي وباحطه. 15 بيضة. يبقى معانا المقادير بتاعتنا: 3 كيلو دقيق، 15 بيضة، كيلو سمنة. ممكن تحطي نُص سمنة ونُص زبدة. آآ فانيليا، 3 فانيليا. وعندِك كيس ونُص بيكنج باودر. بس ما تكتريش في البيكنج باودر عشان ما يفرش معاكِ. وعندِك كيسين فروتي. فروتي برتقان. هنحط على البيض الفانيليا، وهنحط برتقان اللي هو الفروتي. ده بيدّي له لون حلو أوي، أوي، أوي. بيبقى فعلًا جميل وتحفة. آآ أهو الفروتي بالبرتقان. ممكن تحطي تانج، التانج بيبقى أقوى كمان. المتوفّر عندِك يعني. المتوفّر عندِك حطّيه تانج أو فروتي. أنا ما باحطش أي سوايل على البسكوت ده. ما باحطش لا لبن ولا باحط مَيّة، أنا باحط مقاديره بتبقى مضبوطة ضبط في المكنة. بينزل زي المسطرة في المكنة. قلّبي بقى برضك البيض مع السكر والسمنة كده والحاجات اللي إحنا حطيناها الفانيليا والفروتي. وقلّبي برضك لحد ما القوام معاكِ يبقى كريمي برضه. يبقى هَشّ كده عامل زي الكريمة. بجد تجربوا الطريقة دي هتبقى حلوة أوي، أوي. وما باحطش جوزة الهند، ما باحبش جوزة الهند على البسكوت. في ناس بتحب جوزة الهند على البسكوت، أنا ما باحبوش. تنّيت نضرب. بُصّوا القوام بقى عامل إزاي. طبعًا المضرب هيسهّل معاكم الحاجات دي كلّها.
اللي عنده مضرب يعمل بمضرب، هيسهل معاكم الكلام ده كله وهيبقى سهل وبسيط. بعد كده بقى هنجيب الدقيق بتاعنا، وما بنحطش الدقيق مرة واحدة، بنحط الدقيق على كذا مرة. بس انا لسه ما خلصتش ضرب البسكوت. خلاص كده خلصنا. خليت ابني بقى يدخل لي الدقيق اهو. طبعا المدخل ده بتاع زمان، مفيش مداخل من دي دلوقتي. حطي بقى ايه البيكنج باودر على الدقيق. مش هنحط البيكنج باودر كله مرة واحدة، انا بحط الدقيق واحدة واحدة، وبحط كيس بيكنج باودر واقلب اللي هو نص كيس، وبعد كده بحط دقيق تاني واقلب. المهم ان انا ايه، اتبقى من 3 كيلو دقيق كبشة صغيرة كده، يعني ما يجيش 8 كيلو. هو المقدار طلع بالتلاتة كيلو بالظبط. بس زي ما كده شلت 8 كيلو. لو كنت حطيت ال8 كيلو دقيق او كنت حطيت الدقيق كله كان هيبقى حلو برضه. بس انا بحب العجينه طريه، عجينه البسكوت طريه كده هتنزل بالمكنه معاكي حلو قوي. ونسيت اقول لكم انا حاطه على الدقيق رشه ملح. خلاص حطينا كيس ونص بيكنج باودر، وابتدي بقى ايه اعجني العجينه بتاعتك. تاوي الدقيق بس، يعني مش عجن. لم لم الدقيق مع الخليط بتاعك. مش عايزه اقول لكم والله فعلا كان طالع تحفه. دول اخر شويه دقيق بقى. وزي ما قلت لكم السكر ادخلوه قبل ما تحطوه على السمنه، ماشي، علشان ما يتعبكوش وانتوا بتضربوه، ما يتعبكوش وانتوا بتضربوه مع السمنه والبيض. هنلم العجينه بقى بتاعتنا كلها كده خلاص. لم العجينه بتاعتك كويس، مش عجن، لم بس. والطبق بتاعك لازم يكون نضيف، يعني بعد ما تخلصي عجن الطبق بتاعك لمي عجينتك كده في الطبق بتاعك. بصوا المنظر، انا لميت العجينه بتاعتي ودلوقتي العجينه بقت طريه وحلوه قوي. خلاص كده خلصنا. هنطلع بقى نعمله في المكنه ايه بتاعه البسكوت. لاحظوا ان انا لا حطيت لا سمسم زي ما الناس بتحط، ولا حطيت جوزة الهند. غطيها بقى بكيسة بلاستيك كده علشان العجينة ما تنشفش مني. طبعا كنت بدور المكنة لأختي، أختي اللي كانت بتعمل بتلقف كده، ونازل في المكنة سهل ازاي ومظبوط. العجينة مفيش لا اتفككت مني ولا باظت مني، نازلة سهلة جدا وطالعة مظبوطة جدا في المكنة. بجد كان حلو قوي. وبعد كده هنحطه على نار هادية خالص في الفرن بتاعك. ولعي الفرن بتاعك على نار هادية. وحطي بقى ايه البسكوت بتاعك سويه، وخلي بالك وانت بتسويه سوي على نار هادية خالص. عندك في درجات فرن اعملي درجات فرن اللي هي اهدى حاجة. وده البسكوت بتاعنا بعد ما خلص، شايفين طالع عامل ازاي وشكله حلو ازاي. بجد كان تحفة والطعم تحفة بجد. ولو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تفعلوا زر الجرس والاشتراك في القناة.